قصة سيدنا موسى عليه السلام الجزء الثاني. قلنا المرة اللي فاتت إن ربنا أمر أم سيدنا موسى إنها ترميه في النيل، وإن الأم أخدت ابنها الرضيع ورضعته علشان ينام شبعان وما يصوتش، وحطته في سرير خشبي يعني تابوت، وحطت التابوت في النيل. وجم الجنود فتشوا وملقوش أطفال حديث الولادة، والتابوت اتحرك في المية لحد ما وصل عند قصر الفرعون. وخادمات القصر شافوا الصندوق اللي في المية، سحبوا الصندوق وبيبصوا لقوا فيه طفل صغير. أخدوا الطفل وراحوا لزوجة فرعون علشان يقولوا لها على الطفل، وكان اسمها آسيا بنت مزاحم. في الوقت ده الأم كانت قلقانة وعقلها وقلبها مع ابنها اللي مش عارفة مصيره ايه. وأصبح فؤاد أم موسى فراغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قعدت تقول لنفسها يا ترى حد لقاه، يا ترى غرق في المية، يا ترى الجنود شافوه وقتلوه. كان هاين عليها تخرج وسط الناس وتسأل عنه من كتر ما هي هتتجنن عليه، لكن ربنا ربط على قلبها بالصبر والثبات والتوكل واليقين علشان تعرف تتحكم في مشاعرها وما يتفضحش أمرها. لكن طبعا مش قادرة تقعد ساكتة من غير أي سعي يطمنها، فقالت لبنتها الكبيرة روحي شوفيه ودوري عليه وفتشي أخباره أخباره. البنت طلعت ومشيت على طريق النيل اللي مشي فيه التابوت لحد ما وصلت لقصر الفرعون، وهي كانت بتشتغل هناك أصلا. فدخلت القصر لقت فيه حركة غريبة، بدأت تراقب من بعيد من غير ما حد ياخد باله. سمعت إن الخادمات لقوا طفل رضيع في النيل، والطفل ده عمال يبكي من الجوع، وكل واحدة تيجي ترضعه يرفض إنه يرضع منها. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. فهنا عرفت البنت إن ده أخوها، فدخلت عليهم وقالت لهم تحبوا أدلكم على ناس ياخدوا بالهم منه ويرضعوه وهم مش هيأثروا في رعايته. فقالوا لها وإنت عرفت منين إنهم هيهتموا بيه للدرجة دي؟ قالت لهم علشان الناس دي عايزين يكونوا أصهار الملك، وكمان عشان ينتفعوا بالأجر. فاقتنعوا وقالوا لها تروح تجيب المرأة اللي هي بتتكلم عنها. هنا هنسأل نفسنا ليه الفرعون ما قتلش الطفل ده؟ لأن زوجته آسيا لما شافت الطفل حبته جدا، وهي ما كانتش بتخلف. وفرعون لما دخل عليها وشاف الطفل عرف إنه من بني إسرائيل من لون بشرته وملامحه، وعرف إنه اتحط في التابوت عشان خافوا عليه من الذبح، فأمر إنه يتقتل. فآسيا قالت ليه خليه قرة عين لي ولك، يفرحنا ويسعدنا ويمكن نتبناه. ففرعون قال لها قرة عين ليكي انتي، أنا لأ. لكن عشان فرعون كان بيحب آسيا جدا فلبى رغبتها ووافق إن الطفل ما يتقتلش. راحت البنت وجابت المرأة اللي قالت ليهم عليها، وهي طبعا أمها وأم موسى عليه السلام. ولما رضعته قبل إنه يرضع منها، فأكل وشبع، وكل اللي في القصر فرحوا إن الطفل ده بدأ ياكل ويهدى. طلبت آسيا من المرأة إنها تفضل معاها في القصر علشان تراعي موسى عليه السلام، فرفضت وقالت إن عندها زوج وأبناء. لكن قالت ليها إن هي ممكن تاخده عندها في بيتها وترضعه وتراعيه. حاولت آسيا تقنعها لكن مفيش فايدة، فوافقت آسيا إن موسى عليه السلام يرجع مع المرأة اللي هي أمه
ومحدش يعرف إنها أمه، وأمرت ليها بأجر زي مرتب شهري. شفتوا بقى إن محدش يقدر يتحدى ربنا؟ فرعون اتحدى وقال إنه هيقتل كل الأطفال علشان ما يجيش حد يبقى هو سبب في دماره. لكن سبحان الله، ربنا أراد وأمر إن فرعون وزوجته هم اللي يربوا الطفل ده، وإن هو هيبقى موسى عليه السلام. وإن الأم اللي كانت خايفة من بطشه وإجرامه على ابنها هتيجي القصر وترضعه قصاد كل اللي موجودين في القصر، ومحدش هيقدر يمسها هي وابنها بأي أذى. سبحان الله، زي ما ربنا أمرها إنها تحط في التابوت ويمشي التابوت في النيل ويروح لبيت فرعون، يرجع ليها بحكمته سبحانه وتعالى لحضنها من تاني. سبحانك يا رب، قادر على كل شيء. أخدت أم موسى ابنها ورجعت للبيت، وفضل موسى معاها خلال فترة الرضاعة. كانت ساعات تجيبه لآسيا علشان تشوفه، وبعد ما عدت السنين وخلاص الرضاعة وقفت، طلبت آسيا إن موسى عليه السلام يرجع للقصر علشان يعيش فيه كابن ليها هي وفرعون، لأن آسيا كانت ما بتخلفش زي ما قلنا. وراح موسى يعيش في قصر فرعون. كانت آسيا في يوم من الأيام بتلاعب موسى وهو صغير، فأدته لفرعون وحطته في حجره. فموسى شد فرعون من لحيته بقوة، فقال الملأ حواليه إن الطفل ده بيتوعده، وده الطفل اللي هيكون سبب في زوال ملك فرعون. فأمر إن موسى يتقتل. فآسيا رفضت وقالت طيب نختبره، نجيب لؤلؤتين وجمرتين، فلو اختار اللؤلؤة اقتلوه لأنه كده معناه إنه بيفهم، ولو اختار الجمر يبقى هو مش بيفهم، ويبقى شد لحيته زي أي طفل عادي بيلعب. وفعلا جاب اللؤلؤة والجمر، فأخد جبريل عليه السلام إيد موسى وحطها على الجمرتين وخلاه يمسكها، وحطها موسى في بقه فحرقت لسانه وسببت ليه لسعة. اللسعة دي عند موسى عليه السلام استمرت معاه لحد وقت الرسالة، لحد الوقت اللي ربنا أرسل فيه موسى. عشان كده موسى عليه السلام قال لربنا إنه يخلي معاه أخوه هارون عشان يتكلم بداله. قال موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فربنا استجاب ليه وكمان شفاه من اللسغة، لأن موسى عليه السلام دعا ربنا وقال له: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آسيا لما شافت موسى عليه السلام ازاي يختار الجمر على اللؤلؤة، قالت لفرعون: شفت ازاي ده مجرد طفل بيلعب ومش فاهم حاجة، فمحدش يقرب له ولا يقتله. اتربى موسى عليه السلام ونشأ في بيت فرعون في أمان الله رغم أنف فرعون. خلال الفترة دي القرآن ما قالناش ايه اللي حصل مع موسى عليه السلام، لكن أول ما بلغ مبلغ الشباب بدأ مجرى حياة موسى عليه السلام يتغير. يا ترى ايه اللي حصل غير مجرى حياته؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من قصة موسى عليه السلام.